السلام عليكم احبابي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير. رمضان داز حتى هاد العام داز بواحد السرعه فظيعه. عموما دابا نقولوا مبروك عيدكم. اقترح عليكم هاد النهار في الفطور ديال العيد حريشات اللي كيجيو فريمون لذاذ وبنان، شي حاجه اللي مختلفه. غنعطيهم لكم بجوج طرق، وحدين غيكونوا عاديين والثانيين معمرين كيف كتشوفوا ما هادو اللي في البلاطو. نعمرهم بالموتزاريلا والكركاع. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. مي فريمون حريشات اللي راهما تري تري سبيسيال، واللي زوين في هاد الحريشات انكم تقدروا ديروهم على اتساع وتخليهم في الكونجيلاتور، وفوق ما بغيتو تخرجوهم طيبوهم تيكونوا رائعين. نبداو على بركه الله. انا نعطيكم مقادير ديال 500 غرام ديال السميده اللي غادي ندير فيها قياس ديال معلقه كبيره ديال الملحه، معلقه ديال السكر سنيده، غادي ندير فيها خماره. غنخلط هادشي مع بعضياتو وغنضيف عليها 2 معالق كبار ديال الزيت، وغنزيد 70 غرام ديال الزبده اللي غتكون دايبه، هي اللي غنبسبس بها هاد السميده ديالي كامله. ومن بعد غادي نحيد منها واحد شويه قياس واحد زليفه صغيره اللي غنرجع نطلق به. المميز في هاد الحرشه هادي هي اننا نخلطوها بلا كريم فريش. نورمالمون في نص كيلو ديال السميده غنحتاجو 500 غرام ديال لا كريم فريش، هي اللي غتجمع لينا. ما كاينش شي حاجه اللي كتفرض عليك تخلطيها بواحد الطريقه معينه باش تجيك مزيانه. غنخويو لا كريم وغنخلطوها بيدينا، بيان سور ما غندلكوها ما والو، غير غنخلط بيديا حتى غتجمع ليا الحرشه ديالي. حاله ما بديتو كتخدموا بها ونشفات لكم كتقدروا تعاودوا تزيدوا لها غير لا كريم، راه هنايا الحرشه ديالنا مولا ما جمعنا لاباط ديال السميده. غناخذ ورق الطبخ، انا حيت عندي سيلبات كنستعملو. غناخذ داك السميده اللي نقص غنرشها وغادي نطلقها فوق منا. هنا السمك ما كنديروش رقيقه وما نديروش غليظه، راه فيها الخميره يعني ضروري غتنفخ لنا واحد شويه. قطعها بالطبع اللي بغيتو، ومن بعد انا كنحطها كنستفها، كنفرق ليها بالبلاستيك وكنديرها في الكونجيلاتور. يعني فوق ما بغيتها كنخرجها من الكونجيلاتور، كنكون مسخنه المقله ديالي وكنديرها طيب على نار مهيله. هذه بالنسبه اللي غنقطعوا العاديه. بالنسبه اللي غنعمروا حتى هي غنطلقوها بنفس الطريقه، غير انا غتكون مطلوقه رقيقه. فوالا بالنسبه للحريشه اللي معمره غنحتاج باكيه صغيره ديال الموتزاريلا، غنحكها في الجهه الغليظه د الحكاكه. غندير معاها معلقه كبيره ديال العسل يكون من نوعيه جيده، و100 غرام ديال الكركاع محمراه ومقشره، وغنهرمشو غير بيديا. بغيتي يبقاو داك الطريفات باينين باش يعطيني داك لو كروكم داخل ديال الحرشه. كما قلت قبل غناخذ لاباط ديالي غنطلقها رقيقه، غنقطعها بالطبع اللي بغيت نقطعها به باش غنرجع نعمرها. فوالا كيف ما كتشوفوا كنقطع رقيقه. كناخذ 2 دوائر، كنحط الدائره الاولى غنحط فوق منها الحشوه. المهم ضروري تكون عندي رقيقه العجينه لان غندير وحده على وحده. غنحط فوق منها الحشوه ومن بعد غنرجع عاوتاني نغطيها مره اخرى بالدائره الاخرى ونقصد الجناب.
غير ما تزيروش نتوما كتسدوه، حيت الفرماج ضروري ملي كيذوب كينفخ. وغنرجع نعاود نقطعها بنفس القطاعه، لان ملي غنحط وحده على وحده ونسيب راه غتكبر، غيزيد الحجم ديالها. فهنايا غنرجع نفس القطعه اللي قطعت بها في الاول هي نرجع نعاود نقطع بها وغنطيبهم في المقله. الحريشات ديالنا من بعد ما كنطيبوهم، هادو اللي ما معمرينش كيجيو بهذا الشكل هذا، فعلا كيجيو كيذوبوا في الفم. واخا نعيا نوصف لكم ما نقدرش نقول لكم المذاق ديالهم. بالنسبه للعمار كوثر ما كايناش، كوثر مريضه حابسه. درت فيهم العسل من فوق ودرت الكركاع محمره ومهربشه باش نبينوا انهم راه معمرين من الداخل. بديت تحلوا شويه لان الفرماج كيذوب كيحلهم شي شويه كيجي خارج هكا الفرادي الفرماج شي حاجه ديال التفاح ريحتهم زوينه. يعني دابا مشكلة اللي في نص طاير باش نعرف شكون اللي فيهم الجبن وشكون اللي فيهم التفاح. هذا الشوار ديالكم كيعجبني راه لا باز نفسها كيكون مزيان فوق ما بغيتو كتجيبو كلهم فيهم التفاح صافي غير باش منين جيت نقسم لكم يطيبوا لكم. عموما نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، عيدكم مبروك، تعيدوا تعاودوا بالصحه والسلامه بكل ما كتمناو باذن الله.